محمد علي في الوثائق بتاعت عصره قال انه المصريين مش عارفين قيمة بلدهم ولا عارفين قيمة نفسهم، ده ربنا بعتني ليهم علشان اخلي مصر دي حاجة عظيمة جدا. وانا اعتقد انه كان منطقيا في هذا التفكير، لانه ما زالت مصر هي مصر، تستطيع الإدارة الناجحة أن تحولها بالفعل إلى قوة عظمى. ما كانش صدفة إن سنة 1821-22 لما شرع في تأسيس جيش هو ده نفس السنة اللي ابتدى فيها يزرع قطن، لأن القطن غير من اقتصاديات مصر. قدر بيه محمد علي يحقق أرباح تجارية باهظة، ما بناش بيها قصور، كان ذكي إن هو بنى بيها جيش. وكمان أدخل بقى محاصيل جديدة ما كانتش تعرفها في السوق المصرية، القز ودودة القز والحرير دي كلها محمد علي جابها. الإصلاحات اللي احنا تملي بنشهد بيها لمحمد علي جزء كبير منها كان لخدمة القطن، زراعة وري، الجزء الثاني لخدمة الجيش، تعليم وصحة وتصنيع. وبدأ يطبق أشراف الدولة على الصناعات من 1816. لكن أهم حاجة إيه بقى إيه؟ عمل صناعات الحكومة، لأنه القطاع الخاص الحرفي البسيط ده مش هفكر يعمل بارود، فعمل صناعات حكومية، صناعات حكومية لا يقبل عليها القطاع الخاص. من هنا الجيش بقى، البارود والأسلحة والمراكب الحربية، كل ده اسمها صناعات دولة. الجيش بالنسبة لمحمد علي كان هو العمود الأساسي، هو القاعدة، هو اللي قام عليها التحديث سواء في سياسة محمد علي الداخلية أو الخارجية. كل المصانع اللي اتعملت وكل الأنظمة الاقتصادية اللي اتعملت كلها عشان تخدم الجيش، حتى التعليم. أول كلية طب حصلت في كل البلاد دي كلها كلية طب القصر العيني. واحد فرنساوي اسمه كلود بيه راح وقال له احنا عاوزين دكاترة للجيش، وقال له انت ممكن تخسر ناس من جيشك وقت السلم اكتر ما تخسرهم وقت الحرب. نصحوا ان انت تأسس خدمة عسكرية طبية جوه الجيش، وده معناه ان انت تعمل مدرسة طبية. عشان ينشئ المدرسة بعت البعثات عشان يكون المدرس المعلم اللي هو هيعلم فيه المدرسة. يعني هو بدأ الهرم من فوق مش من تحت، لأنه هعمل مدرسة، هجيب دلوقتي الطلاب، مين اللي هيعلمهم؟ هجيب مين؟ مش عايز يجيب شيخ الأزهر، إنما عايز أجيب بقى مدرس مدني. فمن هنا اتقلبت المسألة، يبعت بعثات لتخريج معلمين ويبدأ يعمل إيه؟ المدرسة، ومشيت السكة. فجمع مجموعة من رآهم نجباء في المدارس الدينية ودخلهم المدارس العليا وبعت منهم البعثات، وبعدين بقى الوافد بقى الجديد اللي جاي من المبتديان للتجهيزي لغاية ما يدخل يبقى ماشي في المسار المدني من البداية حتى النهاية. هم دول اللي هيفكروا، هم دول اللي هيعملوا مصانع، هم دول اللي هيعملوا إنتاج، فلازم يتنصحوا يبقوا زي التانيين. مش هيتنصحوا يبقوا زي التانيين طول ما احنا قاعدينهم هنا، لازم يروحوا هناك ويشوفوا بعينهم. فبدأ محمد علي انه يبعت مصريين زينا كده يروحوا يتعلموا من الخلق اللي بره ده، زي احنا اللي بعتونا على امريكا كده، تمام، يعني نفس القصه. بعثات كتيره جدا جدا، طبعا اشهرها كانت سنه 26 عشان اسم رفاعة طهطاوي، مع انه كل بعثه كان عليها امام ليصلي بالمبعوثين. ودي برضو حيله من احتيالات محمد علي، بمعنى ايه؟ هو عارف انه لما هيودي اولاد المصريين بين قوسين المسلمين يوديهم الى بلاد الفرنجه، والناس المصريين عارفين الفرنجه دولت من ساعه الحمله الفرنسيه، قال لك ده هيخسر اولادنا، فهو عايز يطمنهم، فيقول لهم ايه؟ ولا يهمكم، امام اهو. الشيخ رفاعة طهطاوي الذي اشتهر بحكم انه اصبح رائد الفكر العربي الحديث، رجع واصبح عميد مدرسة الألسن، رائد حركة الترجمة، ورائد التعليم في المدارس الحديثة. ومن هنا رفاعة الطهطاوي وجد مجاله الحقيقي في إطار مشروع محمد علي.
يعني عندما ينشئ محمد علي مطبعة بولاق، أن تملك الدولة مطبعة تصدر كتب يقرأها الناس. عندما ينشئ محمد علي نواة لأرشيف قومي. عندما تتردد أفكار إنشاء المتحف القومي والمكتبة القومية بداية من عصر محمد علي. هذه المؤسسات الثقافية القومية هي التي تعيد صياغة وعي شعب من الشعوب بأنه ينتمي إلى أمة محددة، بغض النظر هذه الأمة حقيقية أو متخيلة. لو بصيت على ايه اللي عمله محمد علي هتلاقيه هو اللي عمله كل من بنى حضارة في اي منطقة في العالم. تلاقي كده في 3 أسس و3 وباس. اولا انتاج فائض من الغذاء، فلازم تأكل نفسك. ثانيا تقسيم العمل بين افراد المجتمع. ثالثا الحياة الكريمة في المدن. ليه؟ لانك انت عايز ناس متجمعين في مكان ما اللي احنا بنسميه المدينة، ما بيدوروش على اكلهم، الاكل بيجي لهم من مكان اخر لان في تقسيم عمل بين افراد المجتمع. وعشان الناس اللي عايشة في المدينة دي اللي هم هيبتدوا يفكروا وهيبتدوا يقروا وهيبتدوا يعلمهم، جزء منهم هيبقى نابغة ولا 1%، وهي دي اللي تعمل حضارة. دارت عجلة التحديث، العمل يجري على قدم وساق في كل مكان، وبدت مصر أكثر شبابا. رفعت الإصلاحات مكانة الباشا عاليا وزادته قوة على قوة. لكن السلطان أيضا هو نفسه بدأ يشعر بالغيرة، وبدأ يستشعر الخطر من قوة محمد علي. الدولة العثمانية بلغت حد كبير من الضعف في هذه الفترة، لدرجة أنه كانت تسمى في أروقة السياسة الأوروبية بالرجل المريض. كان لها قضية في علاقتها بالدول الأوروبية، هذه القضية كانت تسمى المسألة الشرقية، تعني إلى أي مدى نحافظ على هذا الرجل المريض ومتى نقتسم أملاكه. الضعف يغري بك الآخرين، عندما يرونك ضعيفا فيحققون أحلامهم على حسابك. هذا منطق القوة في العالم. في عام 22-23 اندلعت ثورة في بلاد اليونان. بلاد اليونان كانت تابعة للدولة العثمانية. السلطان حاول أن يتصدى لثورات اليونانيين بجيشه، عجز. ما عندوش حل. في حرب الحجاز ما عندوش حد تاني يخمد الثورة الوهابية غير محمد علي، ما حدش هينجده. في حرب المورة مين هيخش يساند ضد الثوار اليونانيين؟ فطبعا ما عندوش حل غير محمد علي، لأن محمد علي ما زال واليا خاضعا يأتمر بأمر سيده ويذهب بجيشه إلى حيث يشاء السيد ويحارب له نيابة عنه. محمد علي لبى النداء لأن كان عنده هدف أن تسند إليه المورة لحكمه، وده طبعا أوروبا لم تكن لا تسمح به تحت أي ظرف من الظروف. بنى أسطولا عظيما ساعده فيه الخبراء الفرنسيين على أحدث الطرز عسكري وتجاري إلى آخره. بعت أكثر من 8000 جندي من الصعيد يحاربوا في اليونان، وحققوا انتصارات باهرة. في خلال 3 سنين احتلوا أثينا، واحتلوا أكبر قدر ممكن من مساحات اليونان الشاسعة، وتقريبا قمعوا الثورة. بريطانيا تنبهت لقوة محمد علي منذ أن دخل بأقدامه أو بأقدام جيشه إلى الجزيرة العربية. هنا عندما جاء بجيوشه إلى بلاد اليونان كأنه وصل إلى أوروبا، فأصبحت المسألة هنا في غاية الخطورة. فعندئذ لم تقف بريطانيا وحدها ضده، إنما وقفت كل دول أوروبا. قالت لك هذا الرجل جاء بجيش إسلامي كبير يقضي على أمة يونانية مسيحية. محمد علي كان من الذكاء إنه أدرك إنه هو لا قبل له بمواجهة مع أوروبا، وإنه إذا كان هو قدر إنه هو يقمع ثورة اليونان، إنما ما يقدرش إنه هو يقف قدام هذه الأساطيل ال3 المجتمعة. وفي خطاب لوكيله في اسطنبول، شخصية مهمة جدا اسمه نجيب، محمد نجيب أفندي، قال له كل الدلائل والعلامات لا تبشر بالخير، وأنا شايف إن لو حصل مواجهة عسكرية بيننا وبين الأوروبيين
ما نقدرش ان احنا نكسبها. انا في رأيي نقبل الوساطة النمساوية ونطلع من الموضوع، لان الجماعة البشوات اللي في اسطنبول دول حاطين ايدهم في مية باردة. انا اللي هتكفل بهذه التكلفة، وانا اللي في النهاية لو حصل لا قدر الله كارثة، انا قال المصطلح ده، قال انا هشيل في رقبتي ارواح 20,000 جندي مسلم، وما اقدرش اواجه ربنا بهذه التكلفة. تدخلت كل دول أوروبا بإنذاره أكثر من مرة، وحطمت أسطوله عام 1827 في موقعة مشهورة جدا اسمها موقعة نافارين أو نوارين. حتى المؤرخين تعجبوا، يعني قالوا انه كيف تساعد فرنسا محمد علي على بناء هذا الاسطول العظيم ثم تشترك في تحطيمه؟ انها المصالح والسياسه. خسر اسطوله الذي تحطم في نافارين، فعاد محمد علي الى مصر حزينا. الدول الأوروبية منذ نافارين أصبحت تضع محمد علي في أولوياتها. منذ هذا التاريخ بدأ يفكر على نحو جديد، كيف يتعامل بشكل منفصل مع الدول الأوروبية، وكيف له أن يحقق أهدافه الأخرى حتى لو اصطدم هذا الحلم مع سيده السلطان العثماني. هو وجد أن الدولة العثمانية وقيادة الدولة العثمانية كانت تبيت له مؤامرة، وأنها أدخلته في هذه الحرب لكي تقضي على أسطوله، فوجد أنهم بيورطوه في حروب حتى يقضوا على قوته الذاتية عشان ما يزيدش نفوذه أكثر مما يجوز داخل هذه الدولة. من وقتها وقال لنفسه وباين في خطاباته مع إبراهيم باشا إن أنا مش هكمل مع الجماعة دول بعد كده. وبالفعل السلطان بعت يطلب إمدادات جديدة في حربه مع روسيا، كانت فتحت جبهة جديدة في الحرب العثمانية روسية ورفض. أصبح من القوة بحيث لا يستطيع السلطان بالفعل أن يعزله، بل بالعكس هو يحاول أن يتقي خطره، أن يحجم هذه القوة. محمد علي تقبل نتيجة الهزيمة بصدر رحب. قال خلاص، يعني أنا دخلت في مغامرة، هلم ما تبقى من قوتي وهرجع وأكمل مشروعي، لأن مشروعه ليس شمالا، مشروعه كان شرقا، الشام، وكان يحلم دائما بالشام.